ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا داخلين على مفترق طرق مع نادي الزمالك في ماتشات السوبر المصري طبعا، وبكرة ماتش الزمالك وبيراميدز. طبعا احمد عبد الرؤوف بان بعض الافكار البسيطة ليه في الماتش اللي فات بتاع طلائع الجيش. الفكرة كلها إن هو ابتدى يعمل شغل جبهات عشان يبتدي يجاري الفريق اللي قدامه ويبتدي يلعب على إمكانيات اللعيبة اللي معاه زي عدي الدباغ لما استغلوا في الكرات العرضية في الشوط الثاني. الفكرة كلها إن أحمد عبد الرؤوف مش معاه العصاية السحرية. هو كمدرب على الأقل ادانا انطباع إن أفكاره على الأقل سليمة من ناحية تجاه اللعيبة نفسها، إن هيلعب اللعيب في مكانه، أو مش هيألف في التشكيل، أو مش هيألف في إن هو يعمل حاجات خزعبلية، ولا هو هيبقى الماتش ماشي ومعقول فيبتدي يتدخل تدخلات ملهاش أي لازمة تروح مبوظة الماتش زي الأخ يانيك فريرا اللي الحمد لله رب العالمين إن إحنا خلصنا منه ومشي على خير. كفايه خسائر على قد كده. احنا كنا الطبيعي بتاعنا كنا نبقى راكبين الدوري بفرق 7 8 نقط على الاقل خالص في الجولات اللي فاتت دي. الحمد لله على كل حال. العند ما بيجيبش غير ان الواحد يخسر، فعشان كده لما الانطباعات بتاعت الجماهير تكون صحيحة لازم مجلس الإدارة وجون إدوارد يسمع. الفكرة كلها إن طبعا القدر جاب أحمد عبد الرؤوف بعد ما تولى هو المدرب العام للفريق أو المدرب المساعد يانيك فريرا بعد النتيجة اللي فاتت. والحمد لله إن النتيجة اللي فاتت ديت ليانيك فريرا كانت سلبية عشان نقدر إن إحنا ناخد الخطوة، أو التعادل عشان نقدر إن إحنا ناخد الخطوة بإذن الله إن إحنا نغير المدرب. لانه لو كان كسب، تخيلوا لو كان كسب كان زماننا داخلين السوبر بيانيك فريرا، وكان زماننا كلنا حاطين ايدينا على قلبنا وعارفين كويس جدا ان احنا نرجع رابع من البطوله دي او ثالث على اقصى تقدير. الفكره كلها ان وجود احمد عبد الرؤوف ادى ريحه شويه ان ممكن يبقى الزمالك عنده امل، ولو ان الامل مش كبير قوي بحكم ان هو داخل على الفرقه برضه يعتبر جديد. اي نعم عارفهم قبل كده بس داخل على الفرقه يعتبر جديد. اصابه طبعا بزيرة طبعا تفرق 30 40% من قوه فريق الزمالك. هيبتدي يتغاضى عن الكلام ده بالشكل ان هو يقدر يلعب ناس في اماكنها ويقدر يقفل الثغرات صح. المهم ان هو يدافع كويس ويبتدي يلعب على الهجمات المرتده او يلعب ورا دفاعات الخصم. زي ما احنا عارفين طبعا ان بيراميدز بيتميز ان هو عنده باكين دايما طايرين وفاتحين الملعب لقدام، الشيبي ومحمد حمدي. فافضل طريقه ان انت بالشكل ده مع الزمالك مع احمد عبد الرؤوف ان انت تلاعب الناس دي ان انت تبتدي تقفل عليهم كويس جدا من العمق وتلعب في ظهر الباكين بتوعهم وتبتدي تشتغل. وده شفنا منه شويه في الماتش بتاع طلائع الجيش لما الجبهه بتاعت بنتايج واحمد فتوح عملوا المره اللي فاتت الجبهه دي. وشفنا ان احمد فتوح ابتدى يرجع لشكله كويس لما ابتدى يلعب قدامه لعيب بيعرفوا ان هما الاثنين يعملوا الادوار دي مع بعض بطريقه صحيحه. الفكره كلها ان انت هتعمل الجبهه دي بالذات، الجبهه الشمال هتبقى قويه جدا عندنا، لان دايما زي ما احنا عارفين ان الشيبي دايما طاير عشان هو بيبقى منفذ الهجوم لنادي بيراميدز. متهيألي هي الفكرة كلها في المباراة دي هتبقى من ناحية الشمال الزمالك، يمين بيراميدز، والناحية التانية هتبقى مقفولة تماما. عمر جابر هيقف قدام محمد حمدي أو أيا كان الوينج اللي هيلعب عليه اللي هو غالبا هيبقى زلاكا، وهيختار غالبا هيختار وينج يكون بيقدر يدافع كويس. متهيألي ان هو تفكيره هيروح لمعالي عشان يقدر يرجع كتير، لان شيكو بانزا في الماتش ده لو لعب يمين وسرح شويه ممكن تبقى الجبهه دي برضو خطر على الزمالك لو ما قدرش يساعد عمر جابر. فمتهيألي ان انت تخلي حربك في جبهه واحده وتقفل الجبهه التانيه عشان ما تعملش صداع لنفسك في الماتش ومش عارف تتصرف ازاي، ما تبقاش الدنيا خربانه من كذا اتجاه. هتقفل العمق طبعا، جايب دونجا هيفرق جدا، هيلاعب احمد ربيع ومحمد شحاته زي ما بدأ الماتش اللي فات كان بدونجا ومحمد شحاته هيلعب بنفس الفكره. هو كان بيلعب بالشكل ده، كان بيلعب محمد صبحي طبعا، بدأ ببنتايج، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، عمر جابر، ودونجا اللي هيكون مكانه محمد ربيع او احمد ربيع.
هيلعب في رقم 8 هنا قدامه محمد شحاتة، وعبد الله سعيد هيبقى 8 ناحية الشمال. كان اخوان بزيرة الماتش اللي فات كان بيحاول ان هو دايما يهربه للداخل ويخلي محمد شحاتة دايما يا اما بيفتح على الوينج وتقلب الطريقة بالشكل ده، او يخلي دايما بزيرة هو اللي يفتح على الوينج ويخلي محمد شحاتة يكمل مع سيف الجزيري وأكنه بيلعب تحت المهاجم او لعيب حر، بحيث ان هو دايما يبقى فيه ضغط عالي للزمالك من الناحيه دي. وطبعا ناصر ماهر كان بيبقى حر في جميع عرض الملعب سواء يمين او شمال، بيتحرك بحريه، مش بيلعب وينج شمال طبيعي يعني اللي هو يفضل واقف وفاتح الخط. لا، هو كان محرر ناصر ماهر واخوان جزيره ومحمد شحاته على حسب بقى تبادل الادوار ما بين الاثنين دول، وناصر ماهر بيخش في الوسط وبنتايج بيبتدي يزيد في الحته دي ويبتدي يلعب الكرة بتاعته اللي احنا متعودين عليها. الفكرة كلها ان هو كانت الخدعة في ماتش طلائع الجيش ان هو دايما بيهرب محمد شحاتة عشان الناس دايما مركزة على اخوان جزيرة وناصر ماهر. محمد شحاتة هو اللي بيهرب في الحتة دي وبيكمل اكنه مهاجم تاني. طبعا الخطة دي ممكن تبقى معقولة كويس جدا لو لعبنا قدام طبعا بيها بيراميدز. الفكره كلها ان انت ما بقاش عندك اخوان جزيره دلوقتي، فانا رايي ان ده متهيألي هيبقى عبد الحميد معالي، او ان هو يجيب ناصر ماهر ويلعبه هنا ويخلي فتوح هو اللي يلعب باك شمال ويلعب قدامه بنتايج، يبقى قافل لك الجبهه دي بالشكل ده تمام. ناصر ماهر هو اللي يبقى اللعيب الحر هنا ويتبادل الادوار مع محمد شحاته زي ما كان اخوان جزيره بيعمل، والمهاجم متهيألي هيكون سيف الجزيري. طبعا الخطه دي كويسه جدا، بتقفل لك عمق الملعب باثنين جرايين زي احمد ربيع ومحمد شحاته، واحد بيقدر يقف لك على الكوره زي عبد الله السعيد، وواحد حر زي ناصر ماهر. هتبقى تقريبا الخطه عامله زي اكنها 4-5-1 او 4-4-2 دايموند. الدايموند ده هيكون احمد ربيع، محمد شحاته، عبد الله السعيد، وقدامهم ناصر ماهر حر، وبنتايج هو اللي بيروح في الجبهه دي وبيكمل لقدام على انه وينج. وهيتلعب لو الفرقه ضغطت علينا عالي هنستفاد من سيف الجزيري ان احنا ممكن نعمل عليه كره طويله في ظهر الدفاعات بسرعته، ممكن يخطف اي حاجه من الحاجات دي. فدي متهيألي هتبقى خطه الزمالك اللي ما فيهاش تأليف، اللي ادانا انطباع فيها احمد عبد الرؤوف في الماتش اللي فات ان هو يقدر يلعب بالشكل ده، ومتهيألي هو ده انسب تشكيل اللي هو هيكون احمد فتوح، مش عارف هيكون حسام مجيد ولا الونش، المهم ان محمد اسماعيل موجود، عمر جابر، احمد ربيع، محمد شحاته، عبد الله سعيد، ناصر ماهر، بنتايج، سيف الجزيري. الخطه دي هتعمل لك توازن في ان انت مش هيبقى عليك ضغط عالي، وتقدر ان انت كمان تمسك كوره في نص الملعب، وعندك 4 في نص الملعب، 2 اقوياء وبيقدروا يستخلصوا الكوره كويس، و2 مخ، واحد بيجري كويس وبيفتح على الوينج في ظهر الشيبي، وكمان احمد فتوح هيبقى قافل لك الجبهه دي، ومحمد شحاته هيميل في الجبهه دي على عمر جابر. في الشكل ده نبقى قفلنا عمق الملعب بشكل كويس، وكمان في حاله ان احنا معانا الكوره بنقدر نطلع على الناس اللي في نص الملعب ونقدر نزود والباكين يبتدوا يطلعوا بس بهدوء شويه، ما يبقاش فيهم واحد طاير قوي وواحد مستني، يعني ما يبقاش الشكل بالطريقه دي عشان ما نضربش في ظهر الباكين بتوعنا. ان شاء الله بالتوفيق للزمالك، واحنا عارفين طبعا ان الزمالك دايما بيفاجئنا في المباريات دي وما بنبقاش عاملين حسابنا، عارفين ان دايما بنخش الماتشات دي طبعا بقوه اسم الزمالك مش بقوه الافراد، وهو ده دايما اللي بيدي الحافز للعيبه الزمالك ان هي تاخد بطولات زي كده. ما عمرنا ما نسينا السنه اللي فاتت لما ناصر منسي دخل السوبر الافريقي وكسبنا، واحنا كنا يعني في السكواد الاقل فنيا، وقدرنا نكسب الاهلي، وقدرنا بعد كده برضو نكسب بيراميدز في السوبر او نهائي الكاس. الفكره كلها ان انت كزمالك بتيجي في الاوقات دي وبتلعب بروحك وبتلعب باسمك، واللعيبه اللي انا قلتها في التشكيل كلها لعيبه دوليه، مفيش فيهم لاعب قليل. الفكره كلها ان هم محتاجين الثقه ويلعبوا بطريقه صح، ومدرب يكون صاحي معاهم بره
يقدر يلعبهم بطريقه صح، ويقدروا يعملوا توازن، ويقدروا يروحوا للفرقه الثانيه ويقدروا يكسبوهم كمان. مفيش مشكله خالص. الزمالك لو خسر هنقول له هارد لك، ولو كسب هيزداد حبنا ليه طبعا، عشان الزمالك طول عمره في دمنا احنا كزملكاويه. احنا بنحب الزمالك زي ما هو، سواء خسر او كسب، وان شاء الله ربنا يوفقنا في البطوله بتاعت السوبر دي عشان تبقى انطلاقه ل بطولات جايه، وان الفريق يبتدي يقف على رجله. وطبعا المكافاه ما ننساش المكافأة بتاعت السوبر المصري، لو طلعنا أول هتفرق معانا جدا جدا في الأزمة المالية طاحنة للنادي فيها. وإن شاء الله بالتوفيق للزمالك، ويلعب بطريقته الصح، ويقفل أهم حاجة على الباكين الطايرين بتوع بيراميدز عشان نبتدي نلعب إحنا من وراهم الكور بتاعتنا. وعودة الدباغ هيكون ورقة رابحة في الشوط التاني، أنا متأكد إنه هينزل الشوط التاني مكان سيف الجزيري. لما البيراميدز يبتدوا يكونوا تعبوا هنلعب زي ماتش الجيش، وهيبقى فيه عرضيات كتيرة بإذن الله. وعدي الدباغ هيبقى هو كلمة السر في الشوط الثاني، والجزيري هيكون هو المرهق ليهم في الشوط الأول لقلبين الدفاع. إن شاء الله بالتوفيق للزمالك. شكرا.